السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي شخبار. هذه الحلقة اللي هي الحلقة الخامسة مميزة جدا، بنتكلم عن شخصية مهمة، شخصية أثبتت وجودها في 42 سنة وبإذن الله تثبت وجودها في الأيام والسنوات القادمة. شخصية مهمة جدا في أزمة البحرين بسبب ان الانقلابيين او الارهابيين طالبوا وحاطين دوبهم ودوب هالشخصية. احنا اخترنا هالاسبوع وهالحلقة بالذات ان نتكلم عن هذه الشخصية. ليش؟ لان المعارضة واللي يسمون روحهم معارضة حاطين دوبهم ودوب هالشخصية. فخلكم معاي لبعد الفاصل اروح باك ستيج واشرح لكم بالضبط ليش هذه الشخصية مهمة بالنسبة للشعب البحريني والخليجي والعالمي، ومهمة حق المعارضة الإرهابية الانقلابية. مرحبا مرة أخرى أخواني وأخواتي المشاهدين. قلنا لكم في بداية الحلقة عن نحن بنتكلم عن شخصية مهمة. هذه الشخصية الله يحفظها لنا هو صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. خليفة بن سلمان، ليش الوفاق ما تبي خليفة بن سلمان؟ ليش خليفة بن سلمان بالذات هو الشخصية اللي طالبت الوفاق أن تاخذ مكانه في رئاسة مجلس الوزراء؟ ليش الوفاق بالذات حطت دوبها ودوب هالشخص؟ رئيس الوزراء يحكم البلد من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الوزراء ومن ناحية أمور كثيرة من بعد حكم جلالة الملك. كونه رئيس الحكومة ويدير كل شيء في هالبلد، والوفاق يبون يضربون هالريال بالذات وحطوا واحد مكانه، واذا حطوا واحد مكانه عبالهم انه بيحكمون البلد. خليفة بن سلمان مؤمن بشيء اسمه البلد الاصيل ويقدر ابناء البلد الاصليين. طبعا الوفاق ما يبون ذي الشيء، لا، الوفاق ما يبون شيء اسمه العروبة، لان خليفة بن سلمان متمسك بشيء اسمه العروبة. خليفة بن سلمان هو الشخص اللي طور البحرين واللي بنى البحرين، ولأن هذا الشيء يرفع من مقام العائلة الحاكمة أو المالكة، وعلشان ذي الشيء هم دايما يضربون في هالشخصية بالذات لضرب العائلة المالكة في البحرين. من اللي عنده خبرة في إدارة البحرين؟ من اللي عنده خبرة في كل هالسنوات اللي طافت لإدارة البحرين اقتصاديا سياسيا وكثير من الأمور؟ خليفة بن سلمان. خليفة بن سلمان هو الشخص اللي طور نهضة البحرين. البحرين قبل إيش كانت البحرين قبل اكتشاف البترول؟ إيش كانت البحرين قبل دخول البنوك والاقتصاد والشركات والتعليم؟ خليفة بن سلمان هو الشخص اللي دخل هذا الشيء كله ووصل البحرين إلى الدولة أو المملكة أو الوطن والبلد اللي احنا عايشين فيه الحين. احنا ما بنقول لكم من هو خليفة بن سلمان. خليفة بن سلمان الكل يعرفه وما يحتاج ان احنا نعلم او نقول من هو هذا الشخص. انتوا خلكم معاي، بروح باك ستيج وعندي كم من فيديو وكم من رسالة وكم من خبر بس في خلال الثلاث سنوات اللي طافت. ايش سوى هالريال؟ ما بنتكلم عن ال40 سنة اللي طافت، بنتكلم بس عن 3 سنوات. انتوا بنفسكم خلكم معاي وحكموا وشوفوا واقتنعوا. أهلا مرة أخرى إخواني وأخواتي.
الوفاق وسياسة إفشال حكومة البحرين من خلال ضرب هذه الشخصية ألا وهو سمو رئيس الوزراء خليفة بن سلمان. الوفاق تبي تضرب الحكومة وتبي تضرب الدولة وتبي تفشل الدولة خارج نطاق دول الخليج وإفشالها أمام العالم، وخاصة الدول اللي قاعدة تحاول تضرب البحرين نفس أمريكا وغيرها. بس للعلم وتنويه يا جمعية الوفاق، ترى خليفة بن سلمان شخصية ما تدري عنكم بشيء، ومستمر في نهضة البحرين، مستمر في تطوير البحرين، ومستمر في فتح قلبه الحنون والكريم لشعب البحرين. خليفة بن سلمان في تاريخ 20/2/2011 طلع واستقبل الشعب بكل رحابة صدر وقلب مفتوح، وتكلم وطلع وطيب خاطر الكل، نفس ما تشوفون هني عندكم في الفيديو. شوفوا خروج خليفة بن سلمان وش سوى. خليفة بن سلمان زار وزارة الداخلية 3 مرات في الأسبوع، في أسبوع واحد 3 مرات. ليش؟ لضبط رجال الأمن، لتشجيعهم، عشان يعرفون ان هذا الشخص واقف وياهم. خليفة بن سلمان يوم صارت حريقة السوق الشعبي، وكلكم تعرفون وشفتوا صور السوق الشعبي، اول واحد وصل هناك من المسؤولين ومن اكبر الشخصيات المسؤولة في هذه البلد انه يتواجد، وامر بهم 1000 دينار تعويض لكل محل من نفسه وبدون اي ضغط، وقال لهم ان احنا بنطور لكم المكان كله ولا تحاتون. خليفة بن سلمان راح وزار اهالي الشهداء، نعم الشهداء اللي ضحوا من اجل هذا البلد، هم واهلهم وعيالهم من اجل هذا البلد. وقفة خليفة بن سلمان شوفوها، شوفوا وقفة خليفة بن سلمان في العزيات، شوفوا خليفة بن سلمان في المستشفى يوم زار الشاعر اللي ضربوه الارهابيين، وقفوه في نص الشارع وطعنوه. شوفوا خليفة بن سلمان، شوفوا هالشخصية. شوفوا خليفة بن سلمان يوم سمع عن الارهابيين اللي راحوا مجمع السيتي سنتر، شوفوا خليفة بن سلمان من اول الحاضرين في السيتي سنتر والسيف. ليش؟ عشان يطمن الشعب ويقول حق الشعب ان الحمد لله رب العالمين من بعد فضل الله سبحانه انا واقف وياكم، انا واقف وياكم. شوفوا طيبة خليفة بن سلمان، والله العظيم ان العين تدمع لهذا الشخص. فاصل ونرجع لكم باذن الله. تذكرون البنت المسكينة اللي حوطوها الالوف عند المرفأ المالي؟ تعرفون ليش؟ لانها حاطت صورة خليفة بن سلمان، حاطة صورة ابوها خليفة بن سلمان، ويقولون حرية رأي، وهم ما يرضون ان احنا تكون عندنا حرية رأي. يعني هالبنت المسكينة حاطت صورة شخصية تحبها وحطتها على السيارة وحاولتوا تهجمون عليها لانها حاطة صورته. لكن شوفوا خليفة بن سلمان وطيبة خليفة بن سلمان وجوده في ساحة الشرفاء يوم سمع ان هالبنت المسكينة مهددة. شوفوا وجوده، شوفوا وقفته، شوفوا هالشخصية ايش قاعدة تسوي. وبخصوص دعمه للشعب والحفاظ على السلامة، وعن انه هو دائما يحث ويحب ان المواطن يشعر بامن وامان، اتصل في هيئة الاذاعة والتلفزيون، واتصل على الاذاعة
عشان يوصل رسالة حق الشعب. أترككم الحين مع مقطع بسيط من اتصال سمو رئيس الوزراء لإذاعة البحرين. أعزائنا المستمعين، نتلقى مداخلة عزيزة على قلوبنا قبل أسماعنا، يتعطر بها أثيرنا وتسعد بها مشاعرنا. معنا على الهاتف صاحب السمو الملكي شيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. صباح الخير طويل العمر. صباح الخير وبارك الله فيك. صباح الخير طال عمرك. والله أحب أعبر عن شعور لهذا الشعب الوفي. نعم. وأريد أقول لشعبي العزيز ما عبرتم عنه اليوم عن مشاعر طيبة ووطنية ليس بالأمر الغريب عليكم أنتم أهل البحرين. أشكركم جميعا وأعاهدكم أن نكون دائما معكم وأن تتواصل جهودنا من أجل حاضر ومستقبل البحرين. وقفتكم مع ما مرت به البحرين أظهرت أصالة شعب البحرين وأظهرت للعالم قوة وتلاحم الشعب مع قيادته في مختلف الظروف. وقفة خليفة بن سلمان مع رجال الأمن مهمة جدا، ووقفته خاصة مع مبارك بن حويل اللي حاولوا الانقلابيين أن يضربون الأمن في البحرين من خلال هذا الرجل مهمة جدا. وقفة خليفة بن سلمان مع هذا الرجل وعائلته وفي مجلسه ووصل رسالة للعالم الخارجي أن هذا الرجل مو بحاله ولا بنفسه ولا يمكن المساس بوطنيته أو بشخصيته. خليفة بن سلمان مواقفه مشرفة جدا، وكثر ما نقول ما بنخلص. عندكم أبسط مثال يوم الشعب البحريني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أثبتوا موقفهم ضد ارتفاع أسعار الديزل. ايش سوى خليفة بن سلمان؟ شوفوا زيارة مفاجئة لمجلس النواب عشان يوقف ذي الشيء ودعمه لوقف ارتفاع أسعار الديزل إلى إشعار آخر. يا جماعة هالشخصية كثر ما نتكلم عنها ما بنخلص. أنا بس حبيت من خلال هذه الحلقة أن أنا أذكركم ببعض المواقف اللي سواها هذا الشخص لشعب البحرين. فاصل وأرجع لكم. تذكرون يا جماعة يوم أقول لكم من ساعة إن خليفة بن سلمان رجل العروبة في البحرين والمحافظ عليها. ليش؟ تذكرون يا جماعة مشروع الحورة وإسكان الحورة؟ تعرفون هذه كلها صار ليش؟ وتعرفون ليش خليفة بن سلمان وقف مع مشروع الحورة الإسكاني؟ تعرفون إن الوفاق حاولت إن هي تشتري أراضي في الحورة، ويوم اكتشف خليفة بن سلمان هذا الشيء وقفهم عند حدهم. نعم، لأن الحورة هي المنطقة الوحيدة اللي في المنامة اللي لا زالت سنية. المهم خليفة بن سلمان زار المحرق وكلكم شفتوا زيارته حق المحرق، ويوم راح حالة أبو ماهر اكتشف ان المشروع الاسكاني هناك ممتاز جدا، وآمر طويل العمر والله يحفظه بأرض أكبر لبناء مشروع اسكاني. خليفة بن سلمان شخصية الكل يعرف عنها. خليفة بن سلمان زياراته حق الأمن ووزارة الداخلية والشهداء والمجمعات وخروجه من القصر مواقف عبرت عن وطنيته وعبرت عن إخلاصه لهذا البلد وأبناء هذا البلد. الحين أخليكم بمقطع بسيط هدية من أسرة البرنامج لكم ولخليفة بن سلمان.
رجل موقف، إذا أي مسألة صعبك برت في عين كل الناس، تسهل من تمر يمك خليفة انت رجل كلمة، رجل موقف، إذا أي مسألة صعبك برت في عين كل الناس، تسهل من تمر يمك. خليفة انت العظيم اللي سحب هير الفرح لليام، خليفة انت الحكيم اللي على احلام ارتقت اجيال، خليفة انت الحليم اللي لاجل عين الوطن مديت حق 7 سما حبال، خليفة انت الحليم اللي لاجل عين. شخصية وطنية سياسية خليفة بن سلمان. الحلقة هذه كانت حلقة بسيطة جدا في هذا الشخص. هذا الشخص مهما نتكلم عنه ما بنخلص. هذا الشخص لو مو محبة الشعب له كان ما فزنا وفاز العالم كله بالهاشتاج ما لها إلا خليفة، اللي طلع رقم 21 على مستوى العالم. جميع الشبكات التواصل الاجتماعي وجميع شعب البحرين الوفي شارك في هاشتاج ما لها إلا خليفة، وأول هاشتاج في العالم العربي يوصل على مستوى 21 على مستوى العالم، وأول هاشتاج يطوف 100,000 تغريدة في خلال أسبوع. ليش؟ من محبة الشعب لهذا الرجل، لأن هذا الرجل أبدى حبه لهذا الشعب الكريم. إن شاء الله عجبتكم حلقتنا لهذا الأسبوع، وإن شاء الله عجبكم الموضوع، وإن شاء الله راح تعجبكم الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أخليكم الحين وأرجع لكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامجكم شخبار، أخوكم المذيع المبدع سالم خرب.